السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم كما كتشوفوا جيت نشارك معكم اون طاغت اللي هي سهله وبسيطه في متناول الجميع. مقادير اللي هي سهله وما غالياش البنات. الاساس ديال هاد الكريمه هذه هي عصير ديال الليمون. بالنسبه لاجينواز اللي بغاها البنات راه موجوده عندي في القناه، اللي بغاها راه يرجع الفيديوهات ديالي غادي يلقاها، هو اول فيديو استعملته في القناه ديالي. اذا بالنسبه للمقادير البنات كما كيبان لكم راه مقادير اللي هي قدامكم، ها هي كما كتشوفوا. غادي نحتاجوا فيها 2 كيسان ديال عصير الليمون والنشا ومعلقه ديال لا كريم باتيسير. بالنسبه لا كريم باتيسير البنات راه ماشي ضروريه انكم باش تستعملوها. الا ما كانش موجوده عندكم متوفره عندكم فممكن تعوضوها باش غير باش تبدلوا ديروا لوغو ديال لا طاغ ديالكم، تعطيوها ان غو. تزيدوا واحد شويه ديال معالق ديال السنيده. اذا كما كتشوفوا من غادي ندوزو دابا للطريقه. بالنسبه للطريقه غادي ناخذوا طنجره او كاسرونه، غادي نحطوها فوق النار ونضيفوا ليها هذاك 2 كيسان ديال العصير د الليمون و2 معالق ديال النشا، وغادي نضيفوا معلقه ديال لا كريم باتيسير، او كما قلت لكم تقدوا تعوضوها بمعلقه ديال السكر سنيده. بالنسبه لا كريم باتيسير راه ماشي ضروريه البنات، غير هي كتعطي واحد البنه اللي هي لذيذه، هذا هو الدور ديالها. هنا البنات غادي نشعلوا على البوطه. قبل ما نشعلوا البنات كنحاولوا اننا نحركوا الكريمه ديالنا، عاد نشعلوا عليها البوطه ونبقاو مستمرين البنات في التحريك حتى يعقد لينا هذيك الكريمه ديالنا. هانتوما كتبان لكم الكريمه راه مازال يعني خفيفه بزاف. حاولوا البنات تستعملوا ملعقه خشبيه من الاحسن، فهي غادي تساعدكم يعني في التحراك. هانتوما شوفوا البنات كيفاش الخليط ديالنا او الكريمه ديالنا عقادت. هنا قربات توجد لينا لا كريم ديالنا. كنبقاو مستمرين بحال هكا، يعني لا كريم يعني ما كتكون جاريه ما كتكون ثقيله بزاف. شوفوا القوام ديالها كيفاش داير. في هذا الاثناء البنات غنكونوا ديجا اننا وجدنا لاجينواز ديالنا وحطيناها في المول ديال التقديم او اي حاجه عندك، طبسيل او لا كنتي غادي تديها ديها للضياف عندك، فانت ممكن تستعمليها في يعني ديريها في ان كارطون اللي غادي تدي للناس. ها هي دابا الكريمه ديالنا وجدات كما كتشوفوها، راني طفيت عليها البوطه صافي. غادي نحط على جانب غير يعني تدفى شويه، غير تبرد شويه. شتوها ها نتوما، شوفوا كيفاش دايره. غادي نحطها هكا على جانب ونخليها غير على ما بردات شويه، وناخذوا لا جينواز ديالنا
كما قلت لكم البنات اللي بغى لاجينواز راه عندي في القناه. غادي خليت واحد شويه ديال العصير ديال الليمون هكا، هو اللي غادي نسقي به لاجينواز ديالنا. هنا نحاولوا نسقيو لاجينواز مزيان باش ما تجيناش ناشفه. هنا غتحاولي انك تفزكيها كامله، غير تفادي هذاك الجوانب ديالها، يعني ما تسقيهمش، تحاولي تسقي غير الوسط ديال لاجينواز باش تبقى لك واقفه. حاولي انك تشربيها مزيان بهذاك يعني السيرو، او بهذا السيرو. انت ممكن تحضري السيرو غير بالماء والسكر، راه ممكن ديريه بلا هذاك العصير ديال الليمون، على حسب كل واحد وكيفاش كيبغي لوغو ديال لاجينواز ديالو. الا كان عندك الماء والسكر، يعني كديري الماء والسكر وكطبخيه هو باش كتسقي. انا غير خليت واحد شويه ديال العصير ديال الليمون هو اللي قلت فضلت انني نسقي به. وهنا غادي ناخذوا الكريمه ديالنا اللي وجدنا، وغادي نخويوها على لاجينواز بهذه الطريقه هذه. نحاولوا اننا نديروها على الطبقه كامله ديال لاجينواز. البنات باش تكون عندكم سهله، ما تحاولوش انكم تخليوها تطبخ بزاف باش ما تعقدش لكم اكثر، لان الا يعني عقدت بزاف انا ما غاديش تبغي تسيح لكم في فوق لاجينواز. هنا هكا كتخليها بينو بين صافي، كتحاولي انك تايطاليها على الحلوه ديالنا، على لا طارت ديالنا. ها هي كما كتشوفوا صافي، كتضربها غير شويه هكا، تحاولي انك تخبطيها تدورها غير باش تسرح لك مزيان، باش تبقى تبان لك بلا. وها هي لا طارت ديالنا واجده كما كتشوفوا، يعني في وقت وجيز وما كتحتاجش بزاف ديال العمل باش توجديها. هنا كنخليوها حتى تبرد شويه، كما كتشوفوا راه البخار خارج منها. نخليوها هنا حتى كتبرد لينا شويه، وناخذوا اي حاجه عندنا نقدو نزينوها بها. هنا انا بما ان هي لا طارت ديال الليمون، فانا غادي نزينها بطريفات ديال الليمون. ويعني تزيين كل واحد كيفاش يدير الطريقه ديال التزيين ديالو. انا غادي نوريكم طريقه التزيين اللي درت ليها، يعني فقط غير شرائح ديال الليمون او البرتقال، هكا عريشه النعناع وحطيتهم فوقه. شوفوا كيفاش جات البنات، كتجي رائعه، كتجي كتحمق.